السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ لو اول مره تشوفوني في قناه يوميات انا واخواتي ما تنسوش تدوسوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شايفين المربى الحلوه اللي قدامكم دي؟ شايفين الحاجات الحلوه اللي تقدري تعمليها في البيت من غير تعب ولا مجهود، ولا انت تحاولي ان انت تشتري من بره حاجه مكلفه عليكي؟ شايفين كميه البرتقال اللي قدامكم دي؟ انا جبت 3 كيلو من البرتقال. هبتدي ان انا اعملهم مربى زي ما انتوا شايفين. ال3 كيلو برتقان طلعوا الكميه اللي قدامكم اللي انتوا شفتوها دي. هبتدي اخد البرتقانه كده، جبت البرتقان غسلته كويس جدا بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، خليته بيلمع كده وما خليتش عليه تراب ولا شوايب ولا اي حاجه. بعد كده جبت المبشره بتاعتي وببشره زي ما انتوا شايفينه كده، واحده واحده. هتاخدي القشره الصفراء اللي على الوش بس، انا مش عايزه القشره البيضه دي في حاجه، لاني ممكن تدي ريق مراره معاكي. انا عايزاكي تاخدي القشره الصفراء اللي على الوش بس. زي ما انت شايفه كده انا ببشره كويس جدا جدا، يعني واخده بالي ان ما اجيش جنب القشر الابيض كده. بعد ما انظره بعد ما بشرته اهو، هبتدي بقى اقشر البرتقال زي ما انتوا شايفين كده. مخليش فيه قشر ابيض خالص، اخليه على اللحم بس. انت جبتي برتقان ايه؟ انا جبت برتقان بسرة. ممكن ان انت تجيبي برتقان بلدي لو حابة، بس البرتقان البلدي بيحتاج سكر اكتر وبيبقى فيه مية اكتر، انما البرتقان ابو سرة بيبقى لحم، وبيبقى البرتقان بطبيعته ابو سرة بيبقى مسكر. ماشي، فانت لو جبتي برتقان بلدي اقدر افيدك ان انت البرتقان البلدي هتجيبي على الكيلو البرتقان هتعمليه هتحطي عليه نص كيلو سكر، انما ده بتحطي ربع كيلو، بما يعادل يعني 200 جرام من السكر كده. زي ما انتوا شايفيني قشرته كويس اهو. بعد كده هجيب بشر البرتقان بتاعي. في ناس بتحطه يتنقع يومين واتنين عشان ينزل المرارة بتاعته، لا انتي بقى لو مستعجلة استعجالي زي كده وعايزة ان انتي تخلصي على طول مربتك، تجيبي كوباية من المية السخنة وتركني بشر البرتقان بتاعك كده على جنب لحد ما ينزل المرارة بتاعته، وبعد كده تبقي تصفيه. بعد كده جبت البولة بتاعتي بقى، هبتدي اقطع البرتقان قطع صغيرة زي ما انت شايفة كده. ابتدي اشيل القشر الابيض اللي في النص واحدة واحدة كده، وتبقي ماشية معايا خطوة خطوة، وان شاء الله المربى هتطلع معاكي زي الحلاوة والطعامة اللي طلعت معايا فيه دي. ببتدي اهو، بجد الطعم حاجة تانية غير اللي احنا بنشتريها من بره خالص. احنا نقدر يعني جاي لنا موسم فراولة، موسم اي مش طالع، تقدري ان انت تعملي المربى في البيت من غير ما تتلجئي ان انت تشتري حاجة من بره مصنعة من بره. انت تعمليها تحت عينك، شايفة انت عاملاها ازاي وشايفة نظافتك، وتقدري تحافظي. يعني مش هقولك انت هتحافظي قد ايه اكتر ما انت هتشتري من بره. زي ما انت شايفة كده، تبتدي تقطعي كده مكعبات صغيرة. البرتقانة بسرة زي ما قلتلكوا بيبقى فيه لحم كويس، ما بيبقاش فيه مية كتير. شايفين؟ ببتدي اهو اخد بالي من القشر الابيض الزيادة ده عشان ما يمررش معايا المربى. زي ما انت شايفة كده، واحدة واحدة، متتسرعيش، تمشي خطوة خطوة معايا كده. ابتدي اخلص الكمية بتاعتي كلها. بعد كده شايفين بشيل البذر ازاي؟ بعد كده بقى هجيب الطبق بتاعي، هحط عليه بقى ايه؟ السكر بتاعي. حاطه في بوله واسعه عشان اقعد. ادي زي ما قلت لكم هحط 4 مجات من السكر. حطيت 2 كده، ادي التالت كده، الرابع. هبتدي بقى اقلب كويس جدا.
تقلبيه كويس البرتقان في ناس بتسيبه ان هي تنقعه بالسكر مثلا، تحطه في التلاجة يوم على ما السكر يدوب وكده. لا، انت تبتدي ان انت تقلبي فيه كويس جدا وتضغطي عليه كده، هيتقلب معايا حلو وهعمله يعني. ده اللي عايز ينجز ويعمل على طول. بعد كده اهو، بعد ما صفيت بشر البرتقان ونزلت المرارة اللي فيه، هبتدي اقلبه مع البرتقانة كده عشان يديلها لون وطعم. طعم البرتقان هيبقى فيها، واللون برضو كمان، بدل ما تحطي الوان صناعية والكلام من ده. لا، انت البرتقانة يعني بشر البرتقان ده هيطلع معاكي حاجة تانية، هيديكي اللون اللي انت عايزاه. بعد كده هفضيه بقى في الحلة بتاعتي واحطه على النار. ابتدي اقلب كويس اهو. هحط بقى 5 عيدان من القرنفل عشان يديله ريحة كده وطعم حلو. وشايفين الليمون اللي انا بوريهولكوا ده، هعصر 5 ليمونات قد الليمونة اللي انتوا شفتوها دي وهركنها على جنب. زي ما انتوا شايفين ابتدى اهو على النار يغلي معايا. هبتدي بقى اشيل الشوائب البيضة اللي بتطلع منه دي عشان ما تعملش وش على المربى بتاعتي بعد ما تستوي، او ما اجي افضيها في البطرمانات تعمل وش كده. لا، احنا هنبتدي اول ما تغلي كده زي ما انتوا شايفين اشيل الوش ده. هبتدي اهو اشيل الوش واحدة واحدة كده، وابتدي اقلب واشيل الوش، ما اخليش رغوة خالص. شايفين هي قربت تستوي معايا اهو. ابتدي اقلب فيها. بعد كده هحط عصرة الليمون بتاعنا، قلنا 5 ليمونات نعصرهم. حطيت عصرة الليمون اهو عشان تديني الحموضة كده. بعد كده هحط رشة من الملح، واسيبها على النار بقى لحد ما تستوي. زي ما انتوا شايفين كده استوت معايا خالص. هبتدي بقى طفيت عليها. شايفين القوام بتاعها بقى عامل ازاي، متماسك في بعضه يعني بسم الله ما شاء الله. المنظر حاجة تانية. دي كده منظرها بعد ما ضربتها. عندك هاند بلندر تقدري تضربيه فيها، عندك الخلاط برضو شغال، انا عملتها في الخلاط عشان ما عنديش هاند بلندر. وده منظرها بعد ما ضربتها في الخلاط. هتجيبي بقى البطرمانات اللي انا وريتها لك دي وتبتدي ان انت تعبي. شايفين منظرها؟ ده منظرها كده بعد ما خلصت. ادي البطرمانات بتاعتي سبتها بردت، وبعد كده ايه، مش بردت اوي لسه دافيه، برضو هتبرد في البطرمانات. هي سايله كده عشان ما هي لسه سخنه، بس لما بردت كانت يعني بجد طالعه متماسكه ومنظرها حاجه تانية. شايفين الحلاوه؟ احنا نقدر نعمل كل حاجه في البيت، ما نشتريش حاجه من بره. شايفين من 3 كيلو برتقان عملوا معايا 4 بطرمانات زي ما انتوا شايفين كده كبار، البولة الصغيرة دي كمان. شايفين منظرها ولا قوامها؟ بجد بجد يعني، ولسه كمان لما تقعد هتبقى احلى واحلى. بجد بجد الطعم تحفة، فيها مزازة كده القمر الدين، يعني طعمها حلو قوي. تقعدي تاكلي بالمعلقة كده ما تحسيش انت بتاكلي ازاي. زي ما انتوا شايفين كده، شوفوا القوام بتاعها، علملكوا على القوام، ولا سايلة ولا اي حاجة. هبتدي اهو. شايفين المنظر؟ اللهم صل على النبي عليها. بجد بجد المنظر حكاية، وتقدر ان انت تعمليها في بيتك، مش هتشتري حاجة تاني بعد كده. شايفين المنظر بتاعها يا جماعة؟ اهم حاجة يا جماعة، لو عجبتكم الوصفة بتاعتي ما تنسونيش في الشير واللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. سلام عليكم.